تعالوا نشوف كيم طالب جامعي في سنة 1999 وهو رايح في طريقه للجامعة بيقابل أستاذه في الطريق وبيعرفه إن النهاردة يوم استقبال طلبة سنة أولى الجدد. الأستاذ بيبلغه إن الأولى على الثانوية العامة انضمت للقسم بتاعهم وإن دخولها القسم هيعزز جدا من مكانة القسم في الجامعة، لكن المشكلة إنها سجلت في القسم وما راحتش لحد دلوقتي، فعشان كده محتاجين حد يتواصل معاها ضروري. الأستاذ بيعرفه إن اسمها سول وبيطلب منه يتواصل معاها. كان بيسمع الكلام وبيروح لأقرب تليفون عمومي وبيسيب لها رسالة صوتية وبيعرفها فيها بنفسه وبيقول لها إن زمايلها قلقانين عليها لأنها غايبة من وقت ما سجلت، وبيعزمها تحضر اجتماع الطلبة الجدد عشان تتعرف عليهم. وبعد ما بيخلص محاضراته بيلاقيها ردت عليه وحددت ميعاد يقابلها فيه عند مبنى مجلس الطلبة. وأول ما بيشوفها كيم بيقع في حبها من أول نظرة وبتبان عليه علامات الإعجاب اللي ما بيعرفش يخبيها خالص. سول بتقوله إنها عاوزة تنضم لنادي الطلبة بس هي فوتت المحاضرة التعريفية بالنوادي، فبيوافق كيم وبياخدها يلف بيها على كل نوادي الجامعة. بيفضلوا يتفرجوا على حاجات كتير بس مفيش حاجة بتعجبهم لحد ما بيوصلوا لنادي الإذاعة، وهناك بيبان إنها مهتمة جدا بالراديو اللاسلكي. ولما بتلاقي الأوضة مقفولة بتسأله ببراءة: هو في حد من قسمنا في نادي الإذاعة؟ لأني عاوزة حد يعلمني على الجهاز ده. وهنا كيم بيقرر يكذب ويقول لها إن مفيش حد خالص من قسمهم هناك، وده طبعا عشان يضمن إنه يفضل هو اللي بيساعدها ويقضي معاها أطول وقت ممكن. بعدين بيروحوا على اجتماع الطلبة وهناك بيحاول حد إنه يتنمر عليها بس هي بتفاجئهم كلهم إنها بتعرف ترد عليه كويس وبتوقفه عند حده. وبعدين بتمشي فبيمشي هو كمان فبيلاقيها مستنياه قدام الباب وممشتش وبتعتذر له لو كانت اتسببت له في إحراج. وبعدين بيتكلموا شوية وبيوصلها السكن وبيعزمها تاني يوم على الغدا. بعد كده على طول بيروح وبيحكي لصاحبه سونغ اللي حصل معاه وبيطلب منه يسلفه جهاز الراديو بتاعه. وبالفعل بياخد الراديو البيت وبيحكي للسلحفة بتاعته إنه قابل حد مميز النهاردة، وده بيورينا قد إيه هو مش عارف يخبي مشاعره من كتر الفرحة. وبيخرج يبص على خسوف القمر وبيتمنى إن سول تكون بتشوفه دلوقتي. وفي الوقت نفسه ومع ظاهرة الخسوف بتكون إشارة الراديو بدأت إنها تجمع. في اليوم اللي بعده بيتقابلوا تاني وبيدور بينهم حوار بيوضح قد إيه شخصية سول قوية وعندها هدف. لما كين بيسألها عن سبب دخولها كلية الهندسة بتقوله إنها نفسها تشتغل في وظيفة كبيرة وإن ده حلمها من زمان، والحقيقة إن دافعها ده نابع من تأثرها بأزمة ال IMF اللي تسببت في إفلاس أغلبية المصانع، فبقت شايفة إن الشغل في الشركات الكبيرة هو طريق النجاح الوحيد. كيم بيقول لها إن أكيد هتوصل لحلمها، ومن كتر اندفاعه في الكلام وعفويته بيغلط وبيقول لها إنه معجب بيها، وطبعا البنت بتقف مصدومة من جرأته المفاجأة. وكيم أول ما بيستوعب الكارثة اللي قالها بيحس بإحراج رهيب وما بيصدق يشوف صاحبه معدي فبيجري عليه فورا وبيهرب من قدام سول بسرعة. وبالليل كيم بيرجع البيت وهو عمال يلوم نفسه قدام السلحفة بتاعته على الكلام اللي قاله لسول. وفي وسط ما هو بيندب حظه بيسمع فجأة صوت طالع من الراديو اللاسلكي اللي استلفه من صاحبه. بيروح يشوف الجهاز فبيلاقي صوت بنت وبيرد عليها بالنداء اللي بدأنا بيه: هل تسمعني؟ البنت بتفرح جدا إن أخيرا حد رد عليها وبيبدأوا يتعرفوا على بعض. المهم لما بيبدأوا يدردشوا بيكتشفوا إنهم طلبة في نفس الجامعة. موني طالبة في كلية الدراسات الإنسانية بتعرفه إن مطلوب منها في الكلية تعمل بحث عن حد، وبتقوله بالصدفة إن معاها كتاب عن كيفية استخدام الراديو. كيم بيلاقيها فرصة فبيقول لها إنه ممكن يساعدها في البحث بتاعها بس بشرط إنها تسلفه الكتاب عشان طبعا يتعلم ويقدر يبهر سول. وبالفعل بيتفقوا إنهم يتقابلوا في مكان محدد في الجامعة وهم فاكرين إنهم عايشين في نفس الزمن. تاني يوم كيم بيروح يقف في المكان اللي اتفقوا عليه في عز الحر، وفي نفس الوقت موني بتروح لنفس المكان بالظبط بس الدنيا عندها كانت بتمطر مطر شديد جدا، وموني واقفة يائسة في المطر ومستنية كيم اللي ما بيظهرش. بيجيلها زميلها المقرب بيحميها بالشمسية بتاعته من المطر وبياخدها ويروحوا ياكلوا مع بعض وبيمسح لها الميك اب اللي ساح من المطر في مشهد بيورينا اهتمامه بيها. وفي الآخر بيسيب لها الشمسية عشان تروح بيها. موني بتروح البيت وهي متضايقة جدا وبمجرد ما بتفتح الراديو بتبدأ تتخانق مع كيم وبتقوله: أنا استنيتك ساعتين في المطر وجالي برد. فبيرد عليها كيم بذهول: انتي كدابة، النهاردة الجو كان حر ومفيش نقطة مطر واحدة نزلت. موني بتحاول تثبت له إنها صادقة وبتقرب الراديو من الشباك عشان تسمعه صوت المطر بس كيم ما بيقتنعش خالص وبيرد عليها بسخرية: ده مش صوت مطر، انتي أكيد واقفة بتشوي لحمة في المطبخ وبتضحكي عليا.
وفي وسط الخناقة والشك ده إشارة الراديو بتفصل فجأة قبل ما يكملوا كلامهم، وبيفضل كيم يفكر في كلامها باستغراب، وهي كمان بتفضل تفكر إنه أكيد شخص كداب وبيتهرب منها. تاني يوم في الجامعة الدكتورة بتسأل موني عن البحث بتاعها، فبتقولها إنها لسه ما خلصتهوش، فبترد عليها الدكتورة إن لازم تخلصه بسرعة. وفي الوقت ده كيم بيفضل قاعد يفكر هل موني دي كذابة ولا إيه الحكاية بالظبط. وهو في الحيرة دي بتظهر سلفى كيم بيبدأ يتهرب منها ويتجنبها كذا يوم بسبب الموقف المحرج اللي حصل بينهم. المهم يعني بيقعد مع صاحبه المقرب، وبعد نقاش طويل بينهم بياخد الشجاعة وبيقرر إنه يعترف لها بإعجابه ويطلب منها يخرجوا سوا. وصاحبه بيفرح جدا لأن الحب ده رجعله شغفه بالدراسة وللحياة تاني. وفي نفس الوقت ده موني بتروح لمبنى الطلبة القديم اللي كانوا متفقين يتقابلوا قدامه. هناك الحارس بيسألها بتدور على حاجة، فبتقوله إنها مستنية زميل ليها بس مجاش، فبيعرفها إنها تروح تشوف التليفون العمومي لأن الطلبة متعودين يسيبوا لبعض رسايل هناك. وبالفعل بتروح وبتلاقي رسايل كتير مكتوبة، وبترجع البيت تكلم كيم في الراديو وتعتذر له إنها اتعصبت عليه. وهنا كل واحد بيحلف إنه استنى التاني ساعتين. موني بتسأله عندك واتس؟ كيم بيستغرب جدا وبيقول لها ايه الواتس ده؟ موني بتشك في الموضوع وبتسأله انت دخلت الجامعة سنة كام؟ فبيقول لها 1995. هي طبعا بتضحك وبتقول له لا يا شيخ، ده أنا من دفعة 2021. كيم بيتهمها بالجنون وهي بترد عليه انت عاوز تقنعني انك بقالك اكتر من 20 سنة في الجامعة ولسه ما اتخرجتش؟ كيم بيصدمها بالحقيقة. 20 سنة ايه يا بنتي، احنا في سنة 1999. موني بتطلب رقم تليفونه، ولما بيمليهولها بتكتشف ان الرقم مش موجود في الشبكة. وفي الآخر عشان يقطعوا الشك باليقين بتطلب منه يروح عند التليفون العمومي تاني يوم، ولو ما جاتلوش بعد 30 دقيقة يكتب لها رسالة ويمشي. وبالفعل كيم بيروح وبيكتب الرسالة، وموني بتروح تلاقي الرسالة فبتصورها بالموبايل وبتبدأ تقتنع فعلا إنهم بيكلموا بعض عبر الزمن بسبب ظاهرة خسوف القمر. المهم موني بتقابل صاحبها بعد ما سمعت من أصحابها في الجامعة إنه ساب الدراسة عشان يشتغل، وبتحاول تقنعه يرجع بس هو بيرفض وبيقولها تذاكر وتجتهد هي. وبنرجع لكيم تاني اللي بيروح لسول وبيعتذر منها على الكلام اللي قاله، وبتبدأ علاقتهم تتحسن. وبعدين موني بتبدأ تحكي لكيم عبر الراديو عن صديقها وإنها متضايقة جدا إنه ساب الدراسة عشان يشتغل. وكيم كمان بيبدأ يحكي لموني عن سول وبيخليها تساعده في أول ديت بينهم، وتختار له اللبس بتاعه وشكل شعره. وبالفعل سول بتبدأ إنها تعجب بيه. وبعد كده موني بترشح له الأماكن اللي المفروض يروحها في أول ديت وبتقوله يجيب لها ورد. ولما بيطلب منها ترشح له فيلم يروحوه السينما، أول ما بتقول اسم الفيلم بصوت عالي الذكاء الاصطناعي بيحرق نهاية الفيلم. كيم بيسمع ده كله عبر الراديو وعشان كده بيقرر يشوف فيلم غيره لأنه اتحرق عليه. وبعد كده كيم وسول بيروحوا الملاهي وبيتصوروا كمان. وبنرجع لموني اللي الدكتورة بتسألها فين البحث بتاعك، فبتقولها إنها عملت انترفيو مع حد كان طالب في سنة 1999، وإن عنوان البحث بتاعها هو الحب والأحلام. وبعد ما بتروح بتكلم كيم ومن خلال كلامهم بنعرف إن حلمه الأصلي كان إنه يكون كاتب، لكنه اضطر يتخلى عن شغفه بالأدب ويختار تخصص الهندسة لأن ده اللي هيخليه يضمن وظيفة كويسة. وفي النهاية موني بتشجع كيم إنه يروح يعترف لسول بمشاعره، وبالفعل بيسمع كلامها وبيطلب منها يرتبطوا وهي بتوافق. وبيرجع يحكي لموني وهو فرحان جدا ويقول لها إنه كلامها هو اللي شجعه. موني بتقوله إنها فرحانة له قوي، فبيسألها لو هي كمان معجبة بحد، فبتعترف له إنها معجبة بصديقها بس حاسة إنه من طرف واحد، فبتقرر تخبي مشاعرها. وهنا كيم بيديها النصيحة الأهم، ما تتخليش عن الحب ده لأن الحب مش شيء ينفع يتأجل عشان الواقع. فأول ما بتسمع الكلام ده بتبدأ تراقبه. وزي كل يوم موني بتكلم كيم وبتعرفه إنها سعيدة جدا إنهم اتعرفوا على بعض وإنها حاسة إنهم أصدقاء من زمان. وفي وسط الحوار موني بتسأله تخصصك إيه؟ فبيقول لها الهندسة الميكانيكية، فبتقوله إن والدها كان نفس التخصص وفي نفس السنة كمان. وبتقوله إن اسم والدها سونغ. بيقول لها يعني انتي عايزة تقنعيني إنك بنته؟ وبيفتكر إنها بدأت تكذب عليه تاني، فهي بتبدأ تحاول إنها تقنعه وبتقوله يمكن تفتكر إن الكلام اللي بقولهولك دلوقتي يبان جنون، بس الراديو اللي احنا بنتكلم منه دلوقتي زي آلة زمن، أنا في الحاضر وانت في الماضي. وبتقوله إن الراديو اللي هي بتستخدمه دلوقتي هي أخدته من والدها، فهو بيستغرب لأنه فعلا الراديو ده هو أخده من صاحبه سونغ. وعشان تأكد له بتقوله إن في ستيكر ممسوحة على الراديو، بس هو بيدور على الستيكر ده ومش بيلاقيه.
وبعدين بتسأله لو يعرف والدتها وبتقول له إن والدتها اسمها سول، فهو أول ما بيسمع كده بيتصدم صدمة عمره. وخلوا بالكوا يا صحابي إن موني ما كانتش تعرف إن سونغ هو صاحب كيم الروح بالروح، ولا إن سول هي البنت اللي كيم بيحبها وكان دايما بيستعين بموني عشان تساعده يرتبط بيها. من كتر الصدمة والذهول كيم بيكسر الراديو وبيقفل في وشها. بعد ما بيقفل في وشها بتروح موني الأوضة وبتبص على صور والدها ووالدتها، ومش بس كده، ده السلحفة بتاعة كيم كمان بتكون موجودة في البيت. تاني يوم كيم بيكون هيتجنن من كلامها ومش قادر يستوعبه، وخصوصا وهو رايح الجامعة بيشوف سونغ وسول واقفين مع بعض، فبيروح ويتخانق مع صاحبه وبيسأله تعرف بنت اسمها موني؟ وبيفتكر إنه أكيد متفق معاها عشان يعملوا فيه المقلب ده. فصاحبه بيقوله بذهول مين موني دي يا عم؟ فبيعتذر له وبيسيبه ويمشي، وبيسأل سول ليه كانوا واقفين مع بعض، فبتقوله إن سونغ هو رئيس مجلس الطلبة وهي ممثلة الطلبة الجدد. ولما بيشوف سونغ جاي ناحيتهم كيم من كتر خوفه وقلقه بيخبي سول في حضنه وكأنه خايف فعلا تروح منه. وبنروح لموني تاني اللي بتحكي لصاحبها على اللي حصل امبارح وبتقوله إنها هتتجنن وتعرف السر في موضوع كيم، وإنها حاسة إنها بتعيش أهم وأغرب أحداث في حياتها ولو تجاهلتها هتندم بجد. فصديقها بيقرر يساعدها وبيسألها على اسمه. وبنرجع لكيم اللي من ساعة ما سمع كلام موني وهو بيبدأ يروح ورا سول في كل مكان، فصاحبه بيقوله إنه ما ينفعش يعمل كده. وكيم بيفكر شوية وبيروح البيت، وصاحبه بيكون مستنيه وبنعرف إنهم أصحاب من زمان وإنه عارف إن كيم ما بيحبش تخصصه وحلمه الحقيقي إنه يكون كاتب، فبينصحه يسعى ورا حلمه. وبيجي باقي أصحابهم ومعاهم سول. أول ما بتدخل البيت وبتشوف الراديو بتكون عايزة تجربه، فهو بيوعدها هيجربه معاها بعدين، فبتحط له ستيكر على الراديو. كيم بيشوف الستيكر وبيدرك إن كلام موني كان حقيقة وإنه مستقبله مش مع سول. على الجانب التاني موني بتشوف صورة لكيم مع باباها وبتفهم إن كان حب والدتها الأول. وبنرجع للماضي في مباراة كرة سلة، كيم بيلعب وبيشوف صديقه وسول قاعدين سوا فبيتجنن وبيضرب صاحبه، وده بيخلي نظرة سول تتغير من ناحيته. وموني وكيم بيتمنوا لو معرفوش بعض. وبيروح كيم يصلح الراديو ويكلم موني ويعترف لها باللي حاسس بيه. وفي نفس الوقت السلحفة بتمشي وتسيبه، ولما بيدور عليها بيلاقيها مع سول وصاحبه، فبيقرر إنه ينسحب بهدوء ويستسلم نهائي. وبنرجع لموني اللي أخيرا بتقدم البحث بتاعها الحب والأحلام وبيكون ناجح جدا ومؤثر. وبعدين صديقها بيديها كتاب وبيقول لها إنه لقى إن اسم صاحب الكتاب هو كيم يونغ، وبيقول لها كمان إن في حفل توقيع للكتاب النهاردة وإنها ممكن تروح تقابله. موني طبعا ما بتكونش مصدقة إنها هتقابل الشخص اللي كلمته من الماضي أخيرا، وبالفعل بتروح. وأول ما بتوصل بيسألها عن اسمها فبتقول له موني. هو بيبص لها شوية وبيبتسم لها ابتسامة مليانة ذكريات، لأنه طبعا عارف إنها البنت اللي غيرت مسار حياته وشجعته يتبع حلمه. بيكتب لها رسالة في الكتاب وبيشكرها إنها جت، وموني من كتر التأثر بتعيط وبتقوله إنها فرحانة جدا إنها قابلته. ولما بتمشي وبتفتح الكتاب بتلاقيه كاتب لها خليكي دايما صادقة وامشي ورا قلبك. الكلام ده كان سمعه منها زمان عبر الراديو، وكان السبب إنه يسعى ورا حلمه ويكون كاتب ناجح. النصيحة دي بتهز موني من جواها وبتكون هي التشجيع اللي محتاجاه عشان تروح وتعترف لصديقها بإعجابها، وهو بيبتسم وبيقول لها وأنا كمان. وبس كده، ده كان ملخص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تعملولي لايك للفيديو واكتبولي في الكومنتات عايزين ألخص لكم فيلم إيه المرة الجاية. مع السلامة.